السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم قناة عالم مليكة. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة جايبه لكم شوية أفكار يعني جهنمية بجد، محتاجين فعلا ان احنا ننفذها في بيوتنا، هنستغل بيها مساحات كتير جدا، هتوفر علينا أماكن حاجات، هتبقى بدل ما انتي الحاجة الواحدة تبقى حاجتين. قبل اي حاجه ما تنسيش تشترك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان ان شاء الله الفيديو هيعجبك فدوسي على اللايك عشان يترفع ويتشاف من الناس اكتر واكتر. دي يا جماعه اللي هو شايفين نظام السراير اللي هي المخفيه. طبعا اول سرير معانا شفتوه كان هي عباره عن مكتب وسرير. ده تاني سرير معانا، بصوا يعني هو في اوضه الصالون عادي، في اوضه المعيشه، وعادي بيطلع لفوق وليه حاجات كمان جنبه كومودينات برضو بتطلع لفوق كأنها شغل جبس تحفة. شايفين الترابيزات برضو اللي هي بتطلع وتنزل، المطبخ نفسه، زي ترابيزة الأكل، سفرة صغنونة كده بالكراسي بتاعتها برضو مخفية جدا. كل دي حاجات أفكار حلوة وبتستغل مساحة. كمان السفرة دي يعني شايفين كبيرة جدا وعملية، وفي نفس الوقت بصوا بتتطبق وتتفرد تبقى كبيرة ازاي. هنا السرير ده ركنة وسرير، بتستغلي الاتنين مع بعض، على أساس انتي لو عندك أي ضيف ممكن تفتحي له السرير وينام ويريح براحته. شايفين الوحدات، كمية الوحدات اللي بيستغلوها، يعني الخشب يعني كله وحدات. آه طريقة استغلال فظيعة. يعني انتي لو عروسة او عايزة تجددي شقتك ممكن تاخدي فيديوهات زي كده وتوريها للنجار. يعني حاسة ان هي بسيطة وفي نفس الوقت عملية جدا جدا جدا، وسهل تنفيذها في البيت. بس بحس ان احنا اللي بنستصعب الامور شوية، بعيدا عن الصنايعية اللي عندنا. آه بيوتروا شوية، اللي هو مش اي حاجة بيرضوا يعملوها. لكن شايفين الجمال، اهي ترابيزة مكتب مع مش عارفة دي كومودينو تقريبا. بصوا اتلمت، مبقتش في اي حاجة خالص، اللي هو هتفاديها وقت مذاكرة وهتلميها خلاص. هنا مش سرير واحد بس، دول سريرين في الحيطة ولا كأن في اي حاجة خالص. استغلال المساحة فظيع. بتفتحيه وقت ما وقت النوم، باقي اليوم كله متشال والدنيا واسعة ومفيش اي حاجة خالص. دي برضو سفرة السرير ده برضو بيترفع لفوق، شغل ديجيتال، يعني حاجة بجد بجد جميلة جدا. يعني مين معايا في الرأي ده؟ يعني اللي معايا يكتب لي في الكومنتات. ايه لسه. شفتوا السرير والكومودينو اللي انا بقول لكم عليهم؟ حاجات تحفة يعني، وشغل في الحيطة هتحسي ان هو شغل جبسن بورد فاخر، وكمان مع انوار وليدات وحاجات هي مش موجودة اصلا. كل ده شغل خشب، كل ده يعني اللي هو السرير بالوحدات بتاعته جنبه، والدنيا جميلة جدا. يعني هو تقريبا مفيش احلى من كده يعني، ولا ايه؟ صلوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي الكنبه السرير طبعا، دي كلنا عارفينها. هنا دي برضو الترابيزه اللي هي ينفع تبقى ترابيزه لوحدها وتفرديها لو انت عايزه تكبريها. هنشوف منها نوع تاني وهقول لكم ممكن تستخدموه في ايه. ده السرير برضو ومكتب بسيط جدا، انا حاسه ان هو شيك قوي وعملي. وفي نفس الوقت انت لو مثلا عندك الاوضه عندك كذا طفل، فلو مثلا حاطه سرير والسرير التاني لا عايزاه يبقى مخفي، ممكن يعني هتبقى فكره لذيذه وسهله. دي طبعا سفرة زي ما انتم شايفين. الخزانة بقى بتاعت السراير، انا حاسة ان هي المفروض ما ينفعش بيت يخلى منها، ودلوقتي معظم العرايس بقوا يعملوها، لان هي بتشيل كمية حاجات تحت السرير تحفة كتير جدا، وفي نفس الوقت انت بتفتحيها بسهولة. دي بقى السفرة اللي انا بقولك عليها، دي بتتحكمي في مقاساتها براحتك، يعني لحد الطول ده كله، طويلة جدا. دي هتبقى عملية جدا للمدرس بيدي حصص. لو انت عندك اولادك وبياخدوا الحصص عندك في البيت، لو عندي انت بتحبي العزومات الكتير
والناس بتجيلك بيبقى عدد كبير مش عدد صغير، يعني هتبقى عملية لكذا حاجة، حاجات كتير وفي نفس الوقت كبيرة، وانت بتقدري تتحكمي في مساحتها لحد الحجم اللي هو الصغير خالص. دي بقى ترابيزة ديجيتال يا جماعة، يعني تطلع تنزل، فيها الشاحن الهوائي، فيها مكان الوصلات، فيها كل حاجة، فيها كل حاجة حرفيا. عايز تعمل عليها شغلك يعني، وانت واقف تمام وانت قاعد تمام، يعني حاجة كده بجد يعني، قمة تكنولوجيا رهيبة. آه، شايفين حتى الشاحن الهوائي تمام، يعني كل حاجة فيها بجد يعني. طبعا الحاجات دي كلها يعني ايه بتبقى، يعني انا شايفة ان الترابيزة دي رفاهية، مش حاجة اساسية في البيت، بس هي حاجة جميلة. انا برضو بصوا سريرين جوه الدولاب، والدولاب يتقفل والأوضة تفضل فاضية، مش اي حاجة. ممكن يعني تبقى مثلا ايه، زي أوضة ركنة او غرفة يعني معيشة كده صغنونة كده على جنب، وتعملوا فيها السراير دي، اللي هو لسه ان في ضيوف، في اي حاجة، في حد جاي عندكم كده، تبقى عملية وفي نفس الوقت موفرة مساحة. او ممكن زي ما قلت لكم، لو انتوا عندكم اولاد كتير و مش عارفين تعملوا اوض نوم كتيرة، فده هيبقى استغلال حلو قوي. الأوضة دي يعني كنبة وسرير ودولاب ودراج، الوحدات اللي فيها واستغلال الخشب اللي فيها بجد رهيب، يعني بجد بجد رهيب، كمية استغلال فظيع. يعني احنا نفسنا في يعني، ده احنا في المطبخ منستغلش الوحدات بالطريقة دي، فما بالك بقى لما تبقى زي أوضة نوم وغرفة معيشة في نفس الوقت. استغلال الوحدات بالطريقة دي جميل جدا، وفي نفس الوقت راقي ومودرن وشيك، مش حاجة مش حاجة يعني شكلها مثلا مقزز او شكلها وحش او حاسة ان في كركبة، بالعكس كل حاجة منظمة، وكل حاجة ليها مكانها و... والاماكن مقفولة يعني. فبجد شابوه، شابوه قوي يعني. صلوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفتكروا الفيديو فعلا يستاهل اللايك، ولا هتبخلوا عليا بيه؟ يلا لايك عشان الفيديو يترفع، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. قناتنا فيها حاجات كتير قوي 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 حلوة، وحاجات مميزة، مش حاجة واحدة او مش موضوع واحد، بنتناول مواضيع كتير. صدقوني بجد هتتبسطوا بيها ان شاء الله بإذن الله. طبعا الترابيزة الحلوة دي اللي هي تتصغر وتتكبر براحتك، ده انا مش عارفة ده ايه، ده سفنج ولا ايه بالظبط، يعني انا شفتها قبل كده، بس انا مش عارفة الخامة اللي مصنوعة منها ايه، انت بتشكليها زي ما انت عايزة. ده طبعا سرير، وفي نفس الوقت ديسك، وهيبقى عملي جدا برضو في اوضه مثلا زي اوضه اولاد او اطفال، على اساس ان هم يذاكروا براحتهم، وديسكين كمان. والسرير برضو هيبقى حلو، يعني بيتلم وقت المذاكرة عشان ما يحسسهمش بالنوم، وقت النوم بيتفرد عشان يناموا عليه. ودي يعني حتى كعلم النفس يعني حاجة جميلة جدا، مينفعش الأطفال أصلا يذاكروا وفي سرير قدامهم، لأن ده بيحيلهم بالنوم. لكن طول ما هو مش موجود ومخفي، خلاص التركيز والاستيعاب بيبقى أعلى. طبعا دي الترابيزة اللي بتتلم، بتبقى رفوف وتتفرد، تبقى ترابيزة عادية جدا. ده عبارة عن الحيطة المتنقلة، اللي هي ناحية رفوف وحاجات زي كده، وناحية سرير. شايفين جمال البوفات وشياكتهم، وفي نفس الوقت مش واخدين اي مساحة خالص، يعني وقت ما تحتاجيهم هتخرجيهم، مش محتاجاهم هتسيبيهم زي ما هما، مجرد بوف عادي. يعني 5 بوفات في بوف واحد. كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على اللايك عشان لو الفيديو عجبكم، عشان يترفع ويتشاف من الناس اكتر واكتر. ننهي الفيديو بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسونيش في دعوة حلوة. دمتم بصحة وعافية. باي باي.